السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة أخوكم أبو شهم ترحب بكم في القناة. هي قناة تحليل إشارات ورموز القدماء. أهلا وسهلا بكم جميعا، تشرفنا بكم جميعا شخصا فردا. في هذا الفيديو يا أخوان سوف نعطيكم أسرار جديدة واكتشافات جديدة ومفاتيح لكل إشارة بإذن الله. أولا يا إخوان بنبلش بالصلاة على النبي. صلوا على رسول الله أفضل الخلق، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وثانيا يا إخوان الفيديو بدي لايك للفيديو لحتى ينتشر الفيديو والكل يصحصح ويوعى. هذا الفيديو توعية لكل باحث والتوعية لكل شخص بده يحلل إشارة. طبعا يا إخوان في ناس كثير بوصلني مسجات وعلى الواتساب يا اخوان غشيمة ما عنده اي خبرة موضوع الاشارات. لا يوجد اي اشارة حقيقية. من الذي علمهم؟ لا ندري. من الذي حكى لهم عن هاي الاشارات؟ لا ندري. من هم؟ لا ندري. من اين تعلمتم؟ لا ندري. فيا اخواني صحصحوا معي، ولما تبعثوا إشارات ابعثوا إشارات حقيقية. ولما أنا ما أحلل لك إشارتك أو ما أرد عليك على الواتساب بعرف إنك أنت شخص غشيم وما يعني الصورة اللي بعثت لي إياها ما تستاهل تحليل، فأنا بتوجه على صورة ثانية لحتى أحللهم إياها. فأنا الإشارة الحقيقية برد عليها، الإشارة الغير حقيقية ما برد عليها. مش كل ما تشوف جحر أو تشوف لي تتهيأ على الصخرة أنه يوجد رسمة وهي تهيؤ. يا أخي أنا أنصحك بأن تعالج نفسك. أولا أي شخص بيشوف لي صخرة وعليها ثقوب من الطبيعة ومصنوعة من الطبيعة أنصحك ثم أنصحك أن تعالج نفسك، لأنك أنت دخلت في مرحلة الهوس. وإذا دخلت بمرحلة الهوس أنت شطب على نفسك، ضيعت شغلك، ضيعت نفسك وضيعت عائلتك. لكن إذا كنت شخص ذكي ومحنك وذو نظر أو نظرية كنظر الثعلب تقنص الإشارات الحقيقية، أنت تستحق شهادة في الإشارات. فيا أخواني ركزوا معي. اللي بده يبعث إشارة يبعث إشارة حقيقية برد عليه على طول. لكن أي شخص بتوهم يبتعد عني، لأنه راح أتغلب معه هذا الشخص. يا أخي إذا كان عندك رسمة سلحفاة أريد رسمة سلحفاة حقيقية، أريد رسمة سلحفاة حقيقية ذو أعين، ذو عليها إلها ثم، إلها أرجل، إلها القوقعة. إذا عندك إشارة أفعى أريد أفعى حقيقية إلها أعين وإلها ثم وإلها حراشف، أفعى حقيقية منحوتة نحت. عقرب أريد عقرب حقيقي. جرن أريد جرن منحوت نحت ومطعم بطينة الحكمة، غير هيك ما بدي، لا تبعث لي. منحوت نحت كالفنجان القهوة. إذا عندك مثلث أريد مثلث حقيقي منحوت نحت. عندك مجسم أريد مجسم شخص حقيقي، إن كان إنسان إن كان حيوان أريد عبارة عن حيوان حقيقي أو إنسان حقيقي. كفاكم توهم. بعدين نخش بموضوع يا إخوان، موضوع الأسياخ. يا إخوان حكينا لكم الأسياخ ماشي بنشغل عليها، لكن أهدافها مش حقيقية. إذا بدك تعثر على فراغ الأرض مليئة بالفراغات، وإذا بدك تعثر على معدن الأرض مليئة بالمعدن. ما في عازل وما في جازل وما في نازل. فكونا من الحكي هذا كله. الجهاز برجع بكرر، أنا بعيد هاي المواضيع لأنه في ناس اللي قاعدة بتعلق تعليقات سلبية على موضوع بترد علي، بدي أرد عليها. الجهاز يا صديقي ما بعثر لك على قبر، ولا بعثر لك على مغارة، ولا بعثر لك على مدفن، ولا بعثر لك على شيء.
الجهاز يستخدم بعد تحليل الإشارة والدخول داخل المدفن لتبحث عن المعادن وتبحث عن أي شيء إن كان. فيا صديقي، ركز في حياتك ولا تضيع نفسك، لأنه هذا رزق من الله، ولا تتعب نفسك ولا تودي نفسك في التهلكة. إذا كنت حداد ابدع في الحدادة، وإن كنت نجار ابدع في النجارة، وإن كنت طبيب ابدع في الطب، وإن كنت عامل ابدع في العمل. فهذه الشغلة تقطع الأرزاق وبتبعدك عن أولادك وبتبعدك عن عيالك وتعمل لك جنون. إذا أنت شخص بدك تشوف لي كل إشارة وبدك تحكي لي إنها إشارة وبتدل على كنوز، روح ادفن نفسك وأنت عايش، مع احترامي للجميع. إخوان، في ناس مهووسة، في ناس تركن أو بتخطط مستقبلها أنها تعثر على كنز. طب كيف بدك تعثر على كنز وربنا مش ناوي لك تعثر على كنز؟ إذا ربنا أراد بعطيك. هاي أنا كشخص، أنا كمحلل إشارات لا أنقب، هذا الشيء ممنوع في بلدي، ممنوع منعا باتا، وعليه قوانين وعقوبات صارمة. ما أحد يعني بنكر هذا الشيء في البلد اللي أنا فيها. ممكن في بلدك عادي، لكن عندنا في البلد هذه أنا لا أنقب. أنا محلل إشارات، حللت إشارات لناس خارج البلد ودخلوا داخل الهدف مغر ودرج، بنزلوا درج وطوابق، ما عثروا على شيء. ربنا ما بده يرزقهم خلص. في ناس ربنا خلص إذا كتب لك رزقه بتأخذها، في ناس عدم مؤاخذة. في بعض ناس خلص عقليتها بقول لك هذا قاعد بتخوث هذا. روح ادفن نفسك يا أخي، ادفن نفسك وانت عايش أفضل لك من الحياة هاي اللي انت قاعد بتتعب حالك فيها. أول شيء صلاة ما بتصلي، ودعاء ما بتدعي، استغفار ما بتستغفر، ذنوبك كثيرة. كيف ربنا بده يرزقك؟ إذا أنت ما بتصحاش الفجر تصلي وقاعد تحفر لي بمغارة بتقعد لي عليها يوم كامل وأنت تحفر فيها، آخر شيء لا بتطلع مغارة، بتطلع آخر شيء شو؟ جورة امتصاصية ولا جورة. أما تركع ركعتين لربنا ما في منه هذا الحكي. كيف ربنا بده يرزقك وربنا بده يوفقك وأنت ما بتصلي له وأنت ما بتدعي له وأنت ما بتبكي وأنت ساجد ما بتبكي يا رب ارزقني، يا رب ارزقني. ترى الدعاء لربنا هذا عبادة يا اخوان. الدعاء يعني عبادة زي كأنك بتصلي. اذا ما دعيت ربنا يعني مش عارف شو بدي اقول لك. كيف ربنا بده يرزقك ويوفقك وانت ما بتصلي؟ بتؤمن لي بالجن وبتؤمن لي بالرصد وبتؤمن لي بالهذا وما بتؤمن بربنا؟ كيف؟ يعني في ناس عدم مؤاخذة مع احترام، أنا ما بوجه رسالتي للكل، أنا بوجه للناس اللي هسه هي قاعد تسمعني وعارف في حالها، مع احتراماتي للجميع. سووا لايك ومشاركة للفيديو هذا، بدي الناس كلها توعى، بدي الناس كلها تصحى على حالها وتعرف شو قاعدة بتسوي بحالها وبنفسها. مش كل فيديو بتشوف لي على المنصات التواصل انه شخص بعثر لك على كنز وبطلع كنز وكنوز وماسك الجهاز وطقطق لي بالحجر. كذب، هذا كذب يا رجل، يا رجل هذا كذب. انا بحكي لك الصح، هذا كذب. ما في شخص بعثر على كنز وبصوره، ممنوع. هم تاركينه لانه عارفين انه كذاب. هذا بروح على محل خردوات وبتجيب لك الخردوات القديمة وبرشها باللون الذهبي وبحطها داخل صخرة وبسكر الصخرة بطريقة احترافية. أنتم لا تعلموا ما في وراء الكاميرا. يوجد كواليس وتخطيطات شيطانية. رجاء من الجميع، أنا نصحتكم وأنا راح أعتزل اليوتيوب، راح أعتزل التصوير عن الكنوز وهاي الإشارات، راح أعتزلها، لأنه أنا خلص لهون بكفي. لأنه في ناس يعني مش الكل، في ناس كثير هذول اللي مركزين يظلوا مركزين دمروا حالهم. أنا بطلع فيديوهات بنصح بس ما في مستجيب. رجاء مش كل إشارة بتعثر عليها أنك أنت عثرت على شيء كثير. عادي، الأرض الأماكن مليئة بالإشارات. أنا يوميا بعثر على 2000 إشارة، لكن إشارتين اللي بعثر عليهم بيكون حقيقيات فقط. يعني عادي الإشارات موجودة في كل مكان، يعني إشي عادي، لا تأخذ إنه إشي كثير وإنك صح تصير غني.
كل احترام والتقدير لكم يا اخوان. اتمنى من الجميع انه يسمع هاي النصيحة. والله العظيم النصيحة كانت بجمل زمان، وانا بقول حسبي الله ونعم الوكيل بكل انسان ظالم، وكل انسان ما رجع وعى الناس. كل احترام. السلام عليكم. عن جد اشي بقهر يا اخوان. السلام عليكم.